دي أسهل وأحلى طريقة تعملوا بيها الكفتة بالبصل المكرمل. عندي كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة، عليه نص كوباية من البقسماط الناعم، التوابل معلقة كبيرة من كل حاجة، ملح، فلفل أسود، بهارات كفتة، بودرة ثوم، بابريكا، وشوية من الكزبرة، وشوية من البهارات المشكلة، معلقة صغيرة من هريسة الشطة، بصلاية كبيرة مفرومة ناعم مش مصفياها ولا حاجة، هحطها زي ما هي كده، معلقتين كبار من الزيت، وشوية من البقدونس المفروم. وهنعجن الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. عايزة عجينة الكفتة تبقى ناعمة تماما، وانا مش بصفي البصل عشان انا حاطة بقسماط فهو هيتشرب كل المية والسوائل الموجودة لحد ما توصل معايا للشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بكورها لكور صغيرة الى حد ما، نحاول نخليها كلها مقاس واحد عشان تاخد نفس التسوية وكمان تدينا كمية كبيرة. في طاسة تكون سخنة جدا فيها معلقة كبيرة من الزبدة، حتة زبدة حلوة كده أو معلقة كبيرة من السمن، هننزل بالكفتة بالشكل ده. أنا في الأول حطيت واحدة واحدة بس بعد كده قمت منزلاها كلها، بما إن أنا واثقة في الكفتة بتاعتي إن مش هيحصل لها حاجة وهتبقى متماسكة وعجناها كويس. بفضل أقلب في الكفتة تقليب كده براحتي خالص، لا هتفك ولا هيحصل لها حاجة أبدا بالمقادير اللي احنا عاملينها، لحد ما تاخد لون ويعني لسعة حلوة كده من الطاسة، توصل بدرجة اللون اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هاشيلها على جنب في طبق كده على جنب، وفي نفس الطاسة هنزود شوية زيت أو معلقة سمنة أو زبدة اللي انتوا عايزينه. أنا حطيت كده معلقتين زيت كبار، وكنت مقطعة عندي بصلتين كبار متقطعين جوليان أو جوانح، هننزل بيهم بالشكل ده يتشوحوا مع اللي نزل من الكفتة. هنتبل بمعلقة صغيرة من كل حاجة، ملح، فلفل أسود، بهارات كفتة أو بهارات مشكلة، ونقلب كله مع بعض كده لحد لما البصلة تاخد تشويحة حلوة. وبعدين هننزل عليها بنص كوباية من المياه السخنة، ونسيب البصلة تتشرب وكل اللي في الطاسة ده يطلع مع البصلة كده لحد ما تاخد لون حلو. نصيحة مهمة، استخدموا في الوصفة دي بصل ذهبي أو بصل أبيض عشان يديكوا كرملة وطعم حلو. بهدي عليها النار وبغطيها شوية لحد لما البصل يدبل ويوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. تركاية حلوة قوي بقى بتفرق في طعم الأكلة دي عموما، معلقتين كبار من دبس الرمان أو العسل الأسود لو مفيش دبس رمان، بيديها كرملة ولون خطير، بتبقى تحفة بجد، وبيديها كمان مزازة حلوة قوي كده. هقلب كله مع بعض وبعدين هننزل بالكفتة اللي احنا شوحناها وطلعناها على جنب. وعشان بقى نعمل صوص مكرمل كده ونضمن ان الكفتة استوت صح، بضيف نص كوباية تانية من المية السخنة المغلية، مش المية الفترة، عشان البصل يتكرمل معايا ويديني صوص حلو. وبهدي عليها النار خالص وبسيبها 10 دقايق كمان لحد ما الصوص يتقل كده وتطلع معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. خطوة أخيرة ودي اختيارية، بجيب فحمة مولعاها على البوتاجاز، بحط عليها معلقتين من الزيت وبغطيها كده 5 دقايق بس تاخد من ريحة الفحم. دي بقى بتخلي طعمها خطير كأنكم بتاكلوا كباب بالظبط. بصوا بقى جمال الكفتة كده وهي مستوية حلو واخدة من تشويحة الطاسة، وعليها البصل المكرمل والصوص البني ده، طعمها مش طبيعي بجد، لازم تجربوها. قدموها مع رز ابيض او مع رز بالشعريه، وعايزه اقول لكم ان هي لو اتغمزت بعيش بس برضو طعمها حلو جدا، الميكس كله رهيب. والصينيه دي هتخلص في ثواني، جربوها هتعجبكم جدا ان شاء الله. استنوني ان شاء الله على خير في فيديو جديد وصفه جديده.